يا دوبك ما فاتش يومين بعد جوازي ولقيت جمال وأمي جايين لي البيت يزوروني، وسمعت أغرب حاجة ممكن حد يطلبها من بنته المتجوزة. بس قبل ما أحكي لكم اللي حصل في قصة النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان تشوفوا القصص الجديدة أول ما تنزل على طول. أنا اسمي منار وعندي 35 سنة. حكايتي بدأت من جوازتي الستة. كل جوازة من الجوازات دي كنت داخلاها وأنا عارفة كويس إني هخرج منها قريب. تقدروا تقولوا إنها كانت خطة، والشيطان الكبير فيها اللي كان بيخطط من الأول للآخر كان أخويا الكبير جمال. من يوم ما وعيت على الدنيا وجمال كان هو راجل البيت. أبويا مات من وأنا صغيرة لسه في اللفة، وجمال كان هو الكبير. وقتها كان عنده 13 سنة، ولأن أمي كانت قاعدة بيا أنا وإخواتي، جمال هو اللي نزل علشان يشتغل وساب المدرسة. فضل فترة طويلة يتنقل من مكان لمكان ومن ورشة لورشة، وبهدلته في الدنيا علمته حاجات كتير وعرفته على ناس أكتر. مش هقدر أنكر إن جمال كان بيعمل كل حاجة علشان يجيب بيها فلوس لنفسه وللبيت، بس ده كان معناه إنه ممكن يعمل أي حاجة في الدنيا، صح أو غلط. الحتة كلها كانت بتخاف من جمال لأنه كان شديد قوي. حتى لما بدأ ينصب على شوية ناس في المنطقة وخد منهم حبة فلوس، قال إنه هيشغلهم بعدين، وبعد كده قال أنا خسرتهم وخدهم لنفسه. محدش عارف يتكلم معاه ولا يطلبهم منه، بس اسلوبهم معانا اللي اتغير، وقرارهم ان محدش هيتعامل معانا تاني ولا مع جمال علشان ما يتنصبش عليه خلانا ناخد القرار اللي غير كل حاجة في حياتنا. عزلنا من البيت اللي عشنا فيه عمرنا كله ورحنا مكان تاني بعيد لا نعرف حد فيه ولا حد يعرفنا، علشان جمال يلاقي شغل محدش فيه عارف انه كان نصاب قبل كده. وقتها كان عندي 16 سنة وكنت أجمل إخواتي، لدرجة إن كل يوم كانت بتحصل خناقة في الشارع بين جمال وحد علشان اتعكست. بعدها جمال جه في يوم واتخانق معايا وقال لي مفيش نزول تاني من البيت لحد ما تتجوزي. ووسط ما أنا بعيط لقيته بصلي حبة كده وقال لي طب ما احنا فيها فعلا، انت كبرتي وحلويتي وألف عريس تقال معاهم بدل الجنيه مليون يتمنوكي، ليه ما تتجوزيش؟ لو اتجوزتي حد غني هينقلنا كلنا من عيشة الفقر دي لعيشة أحسن، وعلى الأقل تعملي بلقمتك بدل ما انت جايبالنا المشاكل بس كده من غير فايدة. أنا كنت بسمعه وأنا مرعوبة، كلامه كان حقيقي. فعلا لو اتجوزت ههرب من العيشة الصعبة دي، بس الطريقة اللي كان بيتكلم بيها كانت محسساني إن في مصيبة جاية. الوقت فات ومفيش حاجة جديدة بتحصل، لحد ما في يوم جمال رجع من بره متأخر أكتر كمان من كل يوم، ودخل على طول على أوضتي وقال لي عارفة أنا كنت طول اليوم فين النهاردة؟ أنا كنت مع عريسك، ومش عريس أي كلام، لأ ده عريس مقتدر وعنده عمارة كبيرة، الراجل صاحب الورشة اللي أنا شغال فيها. الراجل ده كان أكبر مني ب20 سنة وكان متجوز غير 2، لكن طبعا كل اللي كان مهم الجمال والأمي إنه معاه فلوس كتير وهيكتب لي شقة باسمي في عمارته. وفي الآخر بعد شهر واحد بس كنت متجوزة الراجل ورايحة شقتي الجديدة. الشقة كانت كبيرة وفيها كل حاجة اتمناها، والراجل ما كانش مخليني نفسي في حاجة ولا بشيل ورقة من على الأرض. بس يا دوبك ما فاتش يومين بعد جوازي ولقيت جمال وأمي جايين للبيت يزوروني، وسمعت أغرب حاجة ممكن حد يطلبها من بنته المتجوزة. أمي وجمال قالولي إن الراجل ده معاه فلوس كتيرة قوي، وأنا ما عنديش وقت طويل أقضيه معاه، ولازم بسرعة أخليه يجيب لي دهب كتير ويكتب لي حاجات كتير باسمي. في الأول ما كنتش فاهمة، ولما سألتهم جمال قال لي الراجل ده فلوسه كلها ما تساويش ربع اللي ممكن تجيبيه بجمالك لو اتجوزتي واحد غني، بس الكلام ده محتاج ترتيب وشغل عالي ولازم نمشي واحدة واحدة. انت هتاخدي من الراجل أكبر كمية فلوس تقدري عليها وتتطلقي منه، وبعدها هنشوف حد غيره أحسن منه. الكلام ده كان صدمة بالنسبة لي وما كنتش مصدقة انهم بيطلبوا مني ده، بس ما كانش قدامي حل غير اني انفذه، بالذات ان جمال هددني انه هيبهدلني ويعمل لي مشاكل كتير لو ما نفذتش اللي هو عاوزه. وامي كانت واقفة في صفه ومقوياه، وفعلا ما فاتش وقت طويل وكنت منفذة اللي عايزينه. في الاول كنت شايلة الراجل على كفوف الراحة ومخلياه عايش اجمل ايام حياته لحد انه ما بقاش بيسمع كلام حد غيري، وبعدها بدأت الطلبات اللي نفذها كلها من غير كلام. وأول ما جت اللحظة المناسبة بعت كل حاجة كتبها باسمي من وراه،
وخدت الفلوس، وبعدها رفعت قضية خلع وخدت بعضي وهربت أنا وأهلي من المنطقة كلها. ودلوقتي كان معانا فلوس كتير، أكتر بكتير من أول ما رحنا للمنطقة اللي اتجوزت فيها صاحب الورشة. علشان كده لما نقلنا المكان جديد كان مكان أكبر وأحسن. وجمال فبرك قصة هناك إني كنت متجوزة صغيرة وبقيت أرملة بدري، وفبرك كمان ورق يساعدنا نحبك القصة. وزي ما عمل في المرة الأولى بدأ يدور على حد يكون شكله غني وينفع يكون عريس علشان ينهب من وراه، لحد ما وقع في واحد كان أكبر مني برضه، بس المرة دي كان هو كمان مراته ميتة قريب وعنده طفلين صغيرين. طبعا ولا حاجة من دي كانت تهم جمال، كل اللي يهمه إنه كان تاجر عربيات مستعملة، يعني أحسن بكتير من صاحب الورشة، واللي هيجي من وراه هيكون أكتر وأحسن. نفس القصة اتكررت تاني، وفي أقل من سنة كنا واخدين الفلوس اللي نصبنا على الراجل فيها واتطلقت منه وهربت أنا وأهلي. الكلام ده بينصب على أكبر سنين ويكسب وكل مرة، لدرجة إنه ما بقاش عنده شغلانة وخبرة لا هو ولا حد من أهلي غير إنهم يجوزوني ويستنوا يكسبوا من ورايا. وفضل الكلام ده لحد ما في أقل من 10 سنين كنت متجوزة 5 مرات. في المرة السادسة كل حاجة اتشقلبت. المرة دي كنا رايحين مكان مستواه عالي جدا، فيلا وعربية، وشركة جمال عملها علشان يظبط الكدبة، ومحدش من الجيران ولا الناس اللي بنقابلهم كان شاكك في أي حاجة. طبعا جمال كان بيعمل حفلات كتير يعزم فيها ناس علشان يجوا حد منهم يقابلني ويقع في حبي. وفي يوم جمال جالي زي كل مرة وقال لي إن في حد متقدم لي وإنه غني جدا أكتر بكتير من أي مرة فاتت. بس مش ده الجديد. الجديد إن اللي اتقدم لي ما كانش أكبر مني بكتير، كان عنده 36 سنة بس وما اتجوزش قبل كده، وكان بيحبني بجد من قبل حتى ما أنا أشوفه. لما اتقابلنا وقعدنا مع بعض قال لي إنه من أول ما نقلنا وهو شافني مرة في النادي وأعجب بيا وما بقاش عارف يخرجني من دماغه. كانت أول مرة أسمع الكلام ده. كل مرة لما كنت بتجوز كان بيكون واحد أكبر مني بكتير وعاوز بنت صغيرة وحلوة. بيحبوني بس بعد كتير، وفي الآخر بعد ما بكون لعبت عليهم. لكن ده كان بيحبني من غير سبب، كان بيحبني علشاني أنا مش علشان شكلي. وحسيت لأول مرة في حياتي إني بحب ومش عايزة أتجوز وأتطلق تاني، عاوزة أعيش مع الراجل ده لبقية عمري. والمرة دي قلت له كل حاجة من أول ما اتجوزنا. كنت عاوزة أخلص من جمال واللي بيعمله. وجوزي في الأول كان مصدوم، بس لما شافني بعيط وحس بندمي وتأكد إني بحبه قرر إنه يساعدني، وطلب مني أنقله فلوسي كلها علشان لما يواجه جمال وياخدني ويمشي جمال ما يقدرش يجبرني أتنازله عن ثروتي. وفعلا عملت كده، وعزمت جمال عندي تاني يوم واستنيت جوزي يرجع من الشغل علشان يتكلم معاه. لكن جوزي مرجعش، وأول ما ابتديت أقلق جاتلي رسالة على الموبايل منه بتقولي: معلش يا منار، أنا مش جاي النهاردة ولا هاجي تاني خالص. بصراحة أنا كمان خدت الفلوس ومشيت، وكنت جاية أتجوزك علشان أنصب عليك أنا كمان. لقيتك زيي واحدة بواحدة بقى. ما كنتش مصدقة نفسي، أنا بعد كل السنين دي يتنصب عليا. جمال لما عرف اللي حصل كان هيقتلني لولا إن ماما وقفت ما بينا وقال لي إني أمشي وإنه مش عايز يعرفني تاني. وبقيت لوحدي دلوقتي ورجعت على الحديدة. يا ريتني ما سمعت كلامك أبدا يا جمال، ويا ريتني ما صدقت جوزي الأخير. فعلا اللي بيعمل حاجة لازم تتردله.